السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض الكشري الحلة الواحدة، موفر في كل الحالات. اول حاجة هنجيب حلة، هنبدأ بالصلصة. اول حاجة هنجيب حلة هننزل فيها بشوية زيت وحبة توم، انا بعمله بتوم بس، توم وكزبرة. وبعد كده احط حبة خل. في ناس بتحب تحط بصل وتوم، في ناس بتحب تحط بصل بس، كل واحد حر. بس دي الطريقة دي بتطلعه قريب من بتاع المحلات جدا، يعني اذا ما كانش بالظبط. بعد ما حطيت الخل على الكزبرة والثوم، نزلت بالطماطم متصفية، وحطيت بقى كمون وبابريكا وشوية بهارات وفلفل وملح، ونزلت بنص مكعب مرق. كده خلاص الصلصة عندي بقت جاهزة. وجربوا طريقتي دي والله بتطلعوا زي بتاع المحلات بالظبط، توم وكزبرة مش اكتر من كده. هنا كان عندي كيس صلصة، برضو صلصة كشري كانت فايضة في الفريزر، حطيت دي على دي. وخلاص هسيبها، انا ههدي عليها النار واسيبها تتسبك. في حلة تانية هحط برضو حبة زيت كده محترمين، واروح نازلة بنص كوباية شعرية، والكمية دي حسب رغبتك. احمر نص كوباية شعرية. هو يعني بالمناسبة الكمية اللي انا هعملها ديت وهقولك عليها دي هتعمل يعني هتقضي من فردين لتلاتة، يعني ممكن تقضي 3 افراد. بعد كده نزلت عليهم بالرز وشوحته بقى كويس جدا. اهم حاجة كل خطوة يعني تشوحيها كويس، تنزلي بالرز تشوحيه كويس في المادة الدهنية، لان ده هيطلعه في النهاية مفلفل معاكي، يعني هيطلعوا كده متغلف كده ومفلفل وكويس وجميل ان شاء الله. ربنا يحسن ما بين ايديكم. رحت بعد كده بعد ما شوحت الرز، رحت نازله بقى بالعدس المنقوع ساعه، يعني العدس ده انا نقعاه ساعه في ميه مغليه. منقوع ساعه في ميه مغليه، دي اهم حاجه. وما تخافيش مش هيطلع معجن ولا اي حاجه، وهيستوي مع كل المكونات اللي احنا حاطينها. برضو هنشوحه كويس جدا، وبعد كده ننزل بالمكرونه الصغيره وبرضو تشويحه. ميزه بقى العدس ده موفر بقى في كل حاجه، في مواعين، في يعني شويه حاجه، يعني جمعي كده من المطبخ عندك شويه حاجات هيعملوا حله كشري زي الفل. اهم حاجه انه يتشوح كويس، تفضلي كده تقلبي فيه حبه حلوين مع كل خطوه. وموفر في المواعين جامد، يعني موفر في المواعين قوي، ما شاء الله يعني. هنا بقى نزلت بالمكرونه الاسباجيتي. انا حطيت نص كوبايه من كل حاجه، يعني نص كوبايه عدس، نص كوبايه مكرونه، نص كوبايه رز، شعريه، وبرص خدت كام شويه كده صغيرين من المكرونه الاسباجيتي. ونشوح بقى فيها كويس، علشان برضو ايه تتغلف بالماده الدهنيه. هنا حطيت شويه كمون، وفي الاول حطيت مكعب مرق بس مش عارفه ما شفتوش. حطيت مكعب مرق وشويه كمون وشويه ملح فقط لا غير، هيطلع معاكي احلى كشري. ولو انت حابه لونه فاتح، اهم حاجه بعد ما تنقعي العدس تغسليه كويس، تنزلي كل بقى ايه اللون البني اللي بيبقى فيه دوت. لو انت عايزاه بقى فاتح وحلو زي اللي احنا بنعمله كل حاجه لوحده. بعد ما شوحت كله مع بعضه، نزلت بقى بميه مغليه عشان يطلع مفلفل وحلو، وما تسقيهوش كتير، يا دوبك تغطيه، ولو احتاج تاني بتزوديله على حسب المكرونه بتاعتك. لو انت مثلا جايبه مكرونه سايبه بتشرب ميه،
تزودي له ميه. هنا ما شاء الله طلع مفلفل اهو. وهنا بقى بعد ما استوى كان شكله تحفه والله. بألف هنا وشفا ليكو، وربنا يحسن ما بين ايديكم ان شاء الله. ولو عجبك بقى الفيديو ما تنسينيش بلايك. والسلام عليكم ورحمه الله.